معاكم احمد بدرو. النهارده هنشرح ان شاء الله الجلد. يعني الناس اللي بتخش في الجلد والجلد بيمشي ازاي وازاي نطوره وازاي نخلي الجلد احسن حاجه. تمام. هو كده كده عموما الجزئيه الاولانيه اللي هي الساين اللي هو تسجيل الدخول. انت كل يوم الجلد بتتجدد الساعه 5 الفجر. تمام. يعني ايه بتتجدد؟ يعني انت بتخش هنا على الثلاث شرط، بعد كده بتخش على كلمه جلد، تخش على كلمة وولفير. لما بتخش على الوولفير بتلاقي كلمة ساين ان. ساين ان تسجيل دخول. تمام. فبتخش كده تسجيل دخول. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ممكن تسجل ب25,000 جولد، ممكن تسجل ب50,000 جولد، ممكن تسجل ب20 سلك. طبعا لما بتسجل ب25 بيجي لك دول، لما بتسجل ب50,000 بيجي لك دول. دول اللي هم ايه؟ 2 بوينت بروجريس، يعني البوينتس دي هتزيد 2. يعني انت المفروض الماكسيمم بتاعك 115 بوينت، لما انت بتسجل بدي يجيلك 2، لو سجلت بدي يجيلك واحدة، لو سجلت بدي يجيلك 3. طبعا الناس الصريفة ممكن تسجل طبعا باللي بسلك، فالبوينتات تبقى كتير فتجيبوا 115 بسرعة، فيبقى كده ليفل الجلد عالي أحسن حاجة. تمام. طبعا الساين دي أهم حاجة بتعلي ليفل الجلد. فاحنا دلوقتي مثلا ايه، انا عايز اعمل ساين، ادوس ساين مثلا ب50,000 جولد، فكده انا ايه ساين. تمام. دلوقتي لسه ناقص حبة، فطبعا لسه اليوم يعني بادئ، فالناس كتير ما سجلتش، فانا بستنى بقى لحد ما كله ايه يعمل الساين بتاعه. مثلا انا ممكن اخد من هنا بيجيلك شويه جولد، حاجات بسيطه كده. في الاخر هنا بيجيلك اليكسير. تمام. فانت لو هم كملوا للاخر على طول بيجيلك ايه 2 اليكسير كل يوم. فطبعا حتى كهديه كويسه، فلازم كله يعمل ساين. تمام. طبعا لما بتعمل ساين الليفل بتاع الجلد ذات نفسه بيزيد. تمام. يعني هنا مثلا الجلد بوينت مثلا 11 مليون بوينت 11. لو وصلت للرقم ده تبقى ليفل 13. يعني الجلد دي ما شاء الله ليفل 12، فلو وصلت للرقم ده تبقى ليفل 13. فطبعا مع كل ساين الجلد بوينت ده ايه بيزيد معانا. فلما الجلد بوينت ده بيزيد بنبتدي ايه نعلي الليفل. فدي اهم حاجة اي حد في جلد لازم يخش يعملها، اذا كان ماستر او ديبوتي او ممبر، اي حد لازم يعمل الموضوع ده. تمام. بعد كده بقى بنخش مثلا في الولفير، في حاجة اسمها سكيل. سكيل دي السكيلات اللي الجلد مزودها لك. يعني انت عشان في الجلد دي، فانا مثلا الفيزيكال اتاك بتاعي زايد كده، الماجيكال اتاك بتاعي زايد كده. تمام. طبعا الحاجات دي انت بتبقاش ليك تحكم فيها لو انت مش ماستر الجلد. ماستر الجلد هو اللي بيزودها. تمام. بس طبعا فانت كل ما الجلد تبقى ليفل احسن واقوى، كل ما الستيت دي ايه هتبقى اعلى، وكل ما هتزودك الحاجات دي كلها. تمام. فعشان كده الجلد مهم حتى في ستيت الشخصية. بس ده بالنسبة للسكيل. في حاجة اسمها ويكلي سالاري، كل اسبوع بيجيلك الهدايا دي اللي هو الجولد ده. طبعا بيفرق على حسب ليفل الجلد، وعلى حسب الاكتيفيتي بتاعك عامل ازاي في الجلد الجايزة دي بتزيد. تمام. فانت دلوقتي هنا مثلا بيقول لي هاخد 192 الف جولد واخد 2500 جلد بوينت. جلد بوينت دي اللي انا بشتري منها حاجات من الجلد ستور. تمام. بيبقى في شوب كده بتاع الجلد بتشتري منه شوية حاجات هوريه لكم في اخر الفيديو. بس بعد كده بنطلع. طبعا انا شرحت لكم الساين وشرحت لكم السكيل، شرحت لكم الويكلي سالاري. خلي الجلد ستور للاخر. في حاجه تانية اسمها لاكي موني. اللاكي موني دي زي ايفنت كده بيتم في وقت معين، بتخش بتدوس اسك فور لاكي موني بيجيلك شويه جولد. فهو ايفنت يعني موجود بس ملوش اي لازمه، فما انصحش حد يعني يستخدمه. تمام. في حاجه كمان، احنا لما بنطلع هنا كده بيبقى في حاجه اسمها لي باك فوق على اليمين اهي. تمام. بدوس عليها. لما بدوس عليها هو بيوديني في جنجان عند الراجل ده، بدوس اوبن فيرم. بعد ما بدوس اوبن فيرم هو بقى بيقول لي ايه هنا، الحاجات دي انت لازم تعملها. تمام. او يعني مثلا لو معاك قطعتين من دي او 4 قطع من دي المفروض انت تعمل سبميت. انا مثلا سي معايا الحاجات دي اعمل سبميت، كل حاجه هعملها هتديني جايزه معينه. يعني مثلا دوست دي هنا كده هيبتدي يديني ايه الجايزه اللي هي الاكس بي ده والجولد ده، الاكس بي ده والجولد ده. وبعد ما اخلصهم كلهم هبتدي ايه هاخد التوتال ده. فانا مثلا ايه عايز اخلص، مثلا هدوس كده، هدوس كده اهو خلصت. تمام. ناقص لي 2. بيقول لي عايز تاخد شويه الاكس بي ده وتطلع وتدوس كومبليت، ولا تكمل دول كمان وتاخد اكس بي اعلى. فانا لما مثلا عايز اكمل دول كمان واخد اكس بي اعلى بس هم مش معايا، اما ايه اروح اشوفهم الجو من انهي وحش اروح اجيبهم، يا اما ادوس اسكت. تمام. فلما ادوس اسكت كده، تمام، هو كده خلاص بقت اسكت. اسكت دي بقى بتروح فين؟ ترجع تاني في الجلد. طبعا انت لما يعني بتبقى في الجلد وكده اهم حاجه تعمل الساين وتعمل الاكتيفيتي بتاع الاسكت ده. يعني بيبقى في ناس كتير عامله اسكت، فاحنا بنخش هنا على الجلد، نخش على الاكتيفيتي، خش على السبورت، بتلاقي في ناس كتير طالبه حاجات زيك زي ما انت طلبت. فاحنا اي حد يعني بعد كده في الجلد ان شاء الله
اي حد بيعمل اسكت في اللي باك بتنزل الحاجات هنا. طبعا اي حد معاه حاجه بيحاول يساعد التاني بحيث ان التاني ياخد اكس بي اكتر، والاكتيفيتي دي برضو بتعلي ليفل الجلد. تمام. فاحنا دلوقتي مثلا ايه، سي مثلا ايه، انا معايا مثلا من الووتر دي عايز اديها لواحد، فمثلا ايه هديله 10. هو كده كده بيبقى ليك ماكسيمم تحط 10. يعني مثلا دوست كده، بص هو كتب لي 10، ماشي، فهديله ال 10. فلما اديته ال 10 اخدت انا شويه جلد بوينت واخدت شويه اكس بي، وفي نفس الوقت ساعدته ان هو برضو ياخد جلد بوينت وياخد اكس بي. فالحته دي مهمه ان احنا نساعد بعضينا فيها كلها عشان خاطر ايه، الجلد تبقى ليفلها عالي وفي نفس الوقت كلنا نستفاد. تمام. في حاجه برضو زياده هنا، بونص. يعني انت ممكن تساعد في الديلي او البونص. تمام. البونص دي بقى برضو حاجات بتبقى اسكت لو معاك، برضو بتحاول ان انت تساعد فيها بحيث ايه ان برضو الناس تساعد بعضيها. بس ايه الحاجات دي بقى بتيجي منين؟ بطلع كده اهو واطلع بره. تمام. بطلع بيبقى في حاجه هنا اسمها باونتي كويست. باونتي كويست دي تبقى شويه كويستات زياده. تمام. الكويستات الزياده ديت بتعلي الاكس بي برضه معاك، بتديك الهدايا اهي اكس بي وجولد، وهنا برضه اكس بي وجولد وشويه حاجات. تمام. فانا مثلا ايه هنا مثلا بيقول لي خش الفورجيتن وورلد 4 مرات، او سوري خش فورجيتن وورلد اللي هي ستيج 4 عشان خاطر تاخد دي. فمثلا ايه انا لو دخلت فورجيتن وورلد 4 مرات، هو مكتوب 4 مرات فوق اهو، لو دخلت 4 مرات هتبتدي دي تبقى 4، وادوس ايه سبميت واخد الهدية. تمام. طبعا دي ملهاش دعوة بالجلد. بس مثلا لو جيت هنا هيقول لي ايه، عايز نيكولاس معينة، لو معايا احطها واخد الاكس بي او الحاجات دي. تمام. فانا مثلا معيش النيكولاس، فاقوم ايه دايس اسكت. تمام. هو هنا بيقول لي هو انت ايه ليك 3 مرات اسك على 3 ايتمات في اليوم، سوري في الاسبوع. فانا دلوقتي عملت اسك مثلا، فايه تقوم نازله هنا ايه في الباونتي. تمام. هدخل اكتيفيتي سبورت، اخش على البونس. تمام. هلاقي بقى ايه الايتمات هنا اللي الناس حطاها زيهم. فلو حد معاه حاجه بيساعد التاني، فتقوم ايه اول ما يساعدك تخش هنا تاني. يعني انت مثلا كل يوم تبص كده، ايه ده بقت معايا، يبقى حد ساعدني، فاهم، حد ساعدني، اقوم ايه دايس سبميت وحاططها واخد الاكس بي. طبعا لما بتكولكت كل شويه كام حاجه الاكس بي بيزيد هنا، تاخد اكس بي اكتر. تمام. يعني مثلا ايه عملت دي ودي ودي، ومفتوح لي شويه اكس بي هنا زياده، دي ودي ودي يجي لي شويه اكس بي زياده، وهكذا. تمام. يعني هو مش عشوائي طبعا، بس هو ايه بيقول لك لو انت يعني انت دلوقتي معاك 10 ويكلي ريورد بوينت. تمام. لو وصلت ل 30 ريورد بوينت تاخد دول. بعد كده بيقول لك مثلا لو وصلت 40 تاخد دول، وهكذا. فاهم. فالحاجات دي كلها بتساعد ان انت تاخد اكس بي اسرع عموما اوفر اول، وتعلي ليفل الجلد. هي دي الحاجات المهمه اللي تخص الجلد. طبعا في تفاصيل اكتر شويه في الجلد، بوس والسيخمنت والارينا والفورتس وور. فالحاجات دي زياده شويه، هنشرحها بالتفصيل يعني كل حاجه لوحدها عشان فيها تفاصيل كتير جدا. بس وكده يعني دي كل حاجه تخص الجلد. حاجه زياده بس اخيره اللي هو الجلد شوب. تمام. ممكن اخش هنا اهو على الشوب ده، السلك شوب. تمام. اسيبني منه، هدوس على الشوب، اخش على الجلد شوب. ده الجلد ستور. تمام. الجلد ستور ده انا بيبقى معايا الجلد بوينتس دي. الجولد بوينتس دي ممكن اشتري اي حاجه من الحاجات دي. هنا مثلا بيبقى في حاجه اسمها ميشن سكرول. تمام. دي بتبقى سكرولات بتاخدها عشان مثلا تعمل مهمات زياده تديك اكس بي زياده. تمام. طبعا انت لو حابب تعمل كده عادي مفيش مشكله. فانت مثلا ميشن نورمال، ادفانسد، نورمال، الكلام ده كله. تمام. فيعني انت مثلا ممكن تاخد اي سكرول، كل سكرول اللي ممكن تشتري منها 5. لما بتشتري سكرول بتطلع بره هنا بتلاقي فيه ميشن سكرول اللي هنا تحت خالص، دي بتقول لك ايه اشتري دي عشان تبتدي تاخد ميشن زياده. فانت لو حاسس ان ده ممكن يساعدك ممكن تشتري ميشن سكرول عادي خالص. بس هو في الاغلب احسن حاجه هنا بتكون موجوده هما حاجتين. تمام. اول حاجه الاليكسير. تمام. ممكن مثلا يعني انت تقريبا ممكن على يعني على بدايه الاسبوع، يعني هو السلك شوب ده بيرفريش، هو مكتوب كل يوم 2. تمام. الجولد شوب سوري، الجلد شوب هو بيرفرش كل يوم 2. تمام. فمثلا ايه هنا انت ليك 5 اليكسر، 5 اليكسر، 5 اليكسر. فبص مثلا يعني انا هنا في الاكونت اشتريت ال5 في اوت اوف ستوك، 5 اوت اوف ستوك، 5 اوت اوف ستوك. فانا كل اسبوع بشتري 5 ويبون، 5 شيل، 5 بروتكتور، 5 اكسسور. فبحيث ان انا ابقى في اخر الشهر، سوري في اخر الاسبوع معايا مثلا ايه سوري يعني مثلا في اخر الشهر ابقى مثلا اسبوع في اسبوع في اسبوع ايه جمعت شويه ايه الاكسرات حلوه قوي، بحيث ان انا لما اوصل مثلا سي لاخر ليفل الاقي معايا شويه اكسرات كتير اعمل اللي انا عايزه. تاني حاجه مهمه هنا عندك الاسترال. الاسترال دي اللي بتحطها بلسات، فبتخلي البلس ما يقعش معاك تحت بلس 4. تمام. فانت برضو لازم تقعد تجيبها كل ما ايه يبقى معاك جلد بوينت. ايه تاني عندك البيت ده. البيت ده اللي هو بيجيب البيت اللي بيأتك معاك.
طبعا البت اللي بيأتك معاك مهم، بيقوي الستيب بتاعت الشخصية، فاحنا بنحاول دايما ايه برضو نجيب البيض الذهبي دوت، بحيث ان احنا يبقى معانا بيض كتير فنطلع منه بيتس اقوى والكلام ده. طبعا البيت ليه في فيديو لوحده برضو فيه تفاصيل كتير. فهي دي الحاجات اللي انت المفروض تجيبها. يعني شايف مثلا حاجات الاوت اوف ستوك دي، هي دي الحاجات المهمة اللي انا مثلا ايه كل اسبوع بحاول اشتريها قبل ما الاسبوع يخلص، والايه والاماونت هنا يتحصل له ريفريش. يعني مثلا هنا في 10 اهو، لو انا مثلا اشتريت 5 هيبقى اقدر اشتري 5 بس يوم الاثنين هقدر اشتري 10 تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. طبعا بقية الحاجات ملهاش لازمة زي ما انتوا شايفين، فهي دي الحاجات اللي انت المفروض تركز عليها في الجلد شوب وتبتدي تشتريها. هي دي الحاجات اللي هتفيدك يعني في اللعب والكلام ده كله. تمام. بس كده تقريبا شرحنا اهم حاجات في الجلد، واتمنى اكون فدتكم. شكرا.